الله الرحمن الرحيم. تعالوا يا اولاد ناخد امثله حلوه جميله على الاعداد النسبيه والغير نسبيه. طب اعرفها ازاي يا مس نسبي او غير نسبي؟ النسبي بحطه ايه على بي، يعني ايه برضه؟ يعني احطه في صوره كسر، احطه في صوره الكسر. طيب عندك سالب 12 ينفع احطها ايه على بي؟ يعني ينفع احطها بسط ومقام. ادي سالب وادي ال 12 ممكن اسندها عندي بايه؟ بالواحد. جذر التربيعي لل25، عرفنا ان الجذر التربيعي لل25 يا ولاد معروف اللي هو ايه يا ولاد؟ قلنا من شوية عدد في نفسه يديك ال25، عدد في نفسه يديك ال25. يعني كام في كام يا مس؟ يعني الخمسة. يبقى الجذر التربيعي لل25 5. طب وهي الخمسة ينفع احطها على واحد؟ يا حبيبي مادام عندي عدد صحيح ينفع اسنده بايه؟ بالواحد. نركز. جذر التربيعي لل13، ركز بقى كده يا ولاد. 13. طب انت ال 13 كام في كام يديني 13؟ مفيش يا مس، مفيش عددين شبه بعض زي ال 25 كده. ما ضربنا 5 في 5 اداك 25. لا يا مس مفيش. يبقى ال 13 دي اقول عليها عدد غير نسبي. ليه كده يا مس؟ علشان انا لو طلعتها مش هعرف احطها في صورة بسط ومقام، مش هعرف احطها في صورة بسط ومقام. طيب عندي الجذر التكعيبي لسالب 27، الجذر التكعيبي لسالب 27. ركز كده حبيبي، انت عندك سالب صح وتكعيبي، يبقى انت السالب لازم يطلع معانا، السالب لازم يطلع معانا. طب مين العدد اللي اتضرب في نفسه 3 مرات يديك سالب 27؟ في عندي يا ميس 3 في 3 في 3. حلو، يعني انا سالب 3 هي طالعه عندي من جذر التكعيبي سالب 27. يا ميس. طب وهي سالب 3 عشان اعرف ان هي نسبي ولا لا ينفع احطها على الف على ب؟ برضو مش عارف يا ميس الف على ب، يعني في صوره بسط ومقام، بسط ومقام. يا ميس ينفع طبعا. تعالى نرفع الكسر ونشوف. 2 في 5 10 و2 12، حطها كده بسط ومقام. 12 على مين؟ على الخمسة. ايه ده؟ نفعت يا ميس ان انا احطها 12 على الخمسة؟ تخيل. نفعت ان انا احطها في صورة الف على ب او بسط ومقام. يبقى خلاص تنفع يا ميس. عندي العشرة، الجذر التكعيبي للعشرة. في عندك عدد يتضرب في نفسه 3 مرات يديك 10؟ يعني الواحد في واحد في واحد بواحد، يعني جذر الواحد واحد. 2 في 2 في 2، يعني جذر التمانية 2، جذر التكعيبي للتمانية 2. 3 في 3 في 3 27. لا يا ميس ما ينفعش، يبقى انا مش هينفع احطها كمان ايه على صورة الف على ايه؟ على ب، بسط ومقام. وكمان لان هي مش زي ال 13 مربع كامل، يعني انا ال 25 دي كده اسمها مربع كامل، بجيب عددين يتضربوا ببعض. طب يا ميس يعني هتعملي ايه؟ لا دي غير نسبي، غير نسبي. كمل يلا يا جميل. سالب، لا مش سالب يا ميس، دي بوينت، دي علامة عشرية. برافو عليك يا حبيبي. 125 من 1000، 125 من 1000. طب ما تحطها يا ميس. ادي 125 على 1000، هتدخلها تحت الآلة، دخل تحت الآلة. 125 الجذر بتاعها كام يا جميل؟ يلا ركز لي كده وشوف لي شوف لي. ايوه هنعمل على الآلة هتديني كام؟ طب ما هي سهلة يا ميس، على صورة ايه؟ على بي، يعني بسط ومقام. خلاص تنفع تكون عدد ايه؟ نسبي. نيجي للجميل بتاعنا ده 3.6، والشرطة دي دائر خدناها قبل كده مع بعض، يعني عدد دائر، عدد دائر. حطوا على الآلة يا ولاد 3.6 هيطلع لك عندك مين؟ هيطلع عندي مين؟ يلا فكر. 11 على ايه؟ على التلاتة. طب ما هي محطوطة في صورة بسط ومقام، محطوطة في صورة بسط ومقام، يبقى ينفع العدد ده؟ يا ميس ينفع يكون عدد ايه؟ نسبي. يبقى احنا عندي الجذر التكعيبي لل10 وعندي كمان الجذر التربيعي لل13، هما دول بس اللي اعداد غير نسبية. كده انا وضحت لك يعني ايه عدد نسبي ويعني ايه عدد غير نسبي. يلا مع بعض نحل اسئلة تاني. ازاي اجيب العدد المتتاليين او عددين متتاليين بيقع ما بينهم كل عدد، نشوف عدد صحيح ونطلعه ونجيبه. ايه يا ميس اللخبطة دي؟ تعالى نشوف مع بعض الحلقة الجاية.